السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل مهنيين وكامل بصحة جيدة. طولت عليكم، سمحوا لي الله غالب، كانت عندي ظروف تاع مرض. ربي يشافيني ويشفي جميع المرضى. جيتكم فيديو بزاف بزاف هايل. هذا الجزء الأول، يعني لازم عليكم تتبعوا الأجزاء اللي ما زالت باش تفهموا كامل التفاصيل. هذا الجزء راح نعمل لكم بكاس تاع الزيت، راح نعمل لكم زوج صابونات. هذو زوج صابونات واش راح نديروا بهم؟ راح نديروا بهم سائل ملابس تاع ماشينه لافي ولا تاع الماشينة العادية. يعني هاد زوج صابونات ولا صابونة وحدة فيهم برك اللي راح نديرو فيها تقريبا 5 6 ريتلات نتاع إيزيس تاع الحوايج. ما عليكم غير تبعوا الفيديو كما قلت لكم، راهو الجزء الأول وفيه الجزء الثاني، فيه واحد الخلطة سحرية اللي راح نزيدو نديروها مع المكون هذا باش يعطينا نتيجة بزاف بزاف هايلة وروعة، والكمية كبيرة كبيرة كبيرة. يعني تبعوا الفيديو باش تفهموا بالتفاصيل. اللي ما شافش لازم تبعوا من الفيديو الأول حتى الفيديو الثالث، فيه 3 أجزاء، كل جزء واش فيه حتى توصلوا للنتيجة النهائية اللي راح ترضيكم وتفرحكم. يعني صدقوني راح ديروا كونتيتي كبيرة. واش نبداو هنايا؟ عندي كاس تاع زيت مستعمل، وعندي واحد 50 غرام تاع الماء، ودي بوشار اللي مالفين نوريه لكم، وعندي هذه بيكربونات. هذو هما المكونات اللي راح نخدموا بهم زوج صابونات تاعنا. وبيان سور لازمنا ليغون ولازمنا البافيت، سيرتو للناس اللي مرض اللي عندهم مشكل في لي بومو تاعهم. ثانيتك يبعدوا عليه قد ما يقدروا. يعني كي تبداو تخلطوا في الخليط هذايا، ما عليكم غير تفتحوا التواقي والبيبان باش الهواء هذاك اللي يخرج منه يخرج على برا. هنا درت زوج مغارف كبار تاع الديبوشار، وزدت معاه 4 كاس تاع الماء. 4 كاس انا كيلتو 50 مليلتر. هذه هي نخلطهم كامل كيما راكم. ويعني هنا كي تبداو تخلطوا سيو بعدو النفس تاعكم على اليانه اللي راكم تخلطوا فيه. هكذا كيما راكم تشوفوا خلطوها يعني حتى تحسوا بلي هذيك الديبوشار كامل ذابت لنا. ومن بعد نحطوها كوتي ونخلوها، ومن بعد نولوا ليه. يعني هذا الخليط كي تبداو تخلطوا فيه راح يطلق واحد الدخان هكذايا، مام الليانه تاعكم راح تسخن. نحطوها كوتي ونخلوها حتى تبرد. دير واحد الطبقه من فوقها باش تعرفوا بلي هذا الديبوشار اللي راكم تخدموا فيه ناجح، يعني ماهوش فاسد. كاين اللي يجي يتربى له الميديتي ما ينجح لكمش، تلقاوه مشمخ، تشروه تصيبوه مشمخ ولا تصيبوه فيه الحبيبات هكا خشان. جيبوا هذاك الكاس تاع الزيت، زيت المستعمل. انا هنا الزيت خلطت له تاع بطاطا مقليه وتاع الطرشي، يعني قليت فيه البطاطا وقليت فيه الطرشي باه نكون صريحه معكم. يعني النتيجه بزاف بزاف هايله. ماشي معناتها الصابون تاعكم راح تجي فيه ريحه البطاطا ولا تجي فيه ريحه الطرشي، ما يجي فيه حتى ريحه صدقوني. خلطوا بشويه، ديروا ضيفوا غير بشويه فوق في هذاك الديبوشار، وبداو ضربوا. يعني هنا اعطوا وقتكم كبير في التضراب، يعني قد ما تضربوا قد ما يعطي الصابون تاعكم يجمد لكم بالخف ويعطيكم نتيجه مليحه. تيجا راني درت لكم في فيديو سابق، اللي ما شافوش يدخل يشوفوه. فما درت لكم تاع ريتله، يعني قطعت لي كونتيتي كبيره وجا ما شاء الله جا بزاف هايل. انا كنت قادره ما نخدمش الصابون، ما نعاودش نخدم الصابون. يعني بالصابون اللي خدمت به المره اللي فاتت راح ندير به معكم هذه الخلطه تاع ايزيس تاع الحوايج. بصح كاين بزاف اللي ما عندهمش قيس ريتلا، يعني وريتكم طريقة تاع كاس تاع زيت. طمو قيس كاس تاع زيت وراح ديروا كونتيتي كبيره تاع غسول تاع الملابس، يجي بزاف بزاف هايل. ما عليكم كيما قلت لكم غير تبعوا هذا الفيديو اللي رانا نخدموا فيه معكم. وكاين فيديو خلاف موراه راح يجي مور هذا الفيديو، والفيديو الثالث تاع النهايه تاع الايزيس كيف خدمته معكم تاع غسول الملابس عفوا. بزاف بزاف هايل. شوفوا هنا قد ما تضربوا قد ما يعطيكم نتيجه مليحه. يعني انا هنايا ضربت فيه بزاف، عطيت له الوقت فيه. يعني غير سرعت لكم فيديو باش ما يجيكمش طويل. نتوما خدموا خلطوا شويه وريحوا، خلطوا شويه وريحوا. هنا بعد ما ضربته كما راكم تشوفوا درت له مغرف صغيره تاع الملح، مغرف صغيره تاع الملح باش يثقل لنا هذاك الخليط تاعنا. هكذا وتبقاو تضربوا، يعني ضربوا مليح مليح. هنا زيدوا مغرف كبيره تاع السكر. السكر هنا واش الدور تاعو؟ راح يعزز لنا الخليط تاعنا ويدير لنا الرغوه. هو اللي راح يدير لنا هذيك الرغوه تاعنا اللي الصابون تاعنا كي تغسلوا به راح يرغي لكم في يديكم. السكر هو اللي راح يزيد الرغوه. وثاني كما راكم تشوفوا كل ما ديروا عفسه لازم عليكم تخلطوا مليح مليح. تفوتوا 5 دقائق وانتم تضربوا. انا هنايا كنت نطفي الكاميرا نحبس معكم نروح نضرب ونعاود نولي. هنا زيدوا البيكربونات. البيكربونات كما تعرفوها
كامل، ما كاش حاجة تنظّف الماعن ولا تنظّف الحوايج كيما الكربونات يعني ما شاء الله في التنظيف. راح ندير معاكم هنايا مغرف كبيرة تاع بيكربونات، يعني هنايا ماذا بيكم كي تروحوا شرو تاع الميزان يعطيكم كونتيتي كبيرة وهايلة تصيبوها في بزاف صوالح. هنا درت مغرف كبيرة ونبقى نحرك كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم هذا الفيديو راهو تابع للفيديو الجاي ان شاء الله. راح ندير معاكم واحد الخلطة سحرية اللي راح يجيب بها الازيز الغاسول عفوا تاع الحوايج، يجي بزاف هايل فيه. هنا راح نزيدو مغرف صغيره تاع لاسيد سيتريك. لاسيد سيتريك علاه نديرو هنايا باش هذيك الديبوشار اللي درتها راهي فيها ماده بزاف قويه تضرنا في يدينا. صافي هنايا هذه لاسيد سيتريك هي اللي راح يتنقص من هذيك المفعول تاع الماده باش ما يحرقناش في يدينا. سيرتو في الماعن تانيتك كما تعرفوا الحوايج نقدروا نديروهم في الماشينه ما يضروناش، بصح هكذاك وتخافي على حوايجك مي كي ديري لاسيد سيتريك هي راح تبرد هذيك الماده ويهبط المفعول تاعها. هنا بعد ما خلطته شوفوا كيف رجعتها كي البومات. زدت لها فنجان لاتاي تاع اومو يعني تاع الحوايج. تحبوا هي من الاحسن ديروا ماشي تاع الماشينه، ديروا الاومو العادي اللي نشرو نغسلوا به. علاه باش يرغي لنا. الاومو تاع الماشينه تاع الاوتوماتيك ما يرغونش. من الاحسن هذا اللي يرغون. ديروا واحد 3 مغارف كبار تاع يعني فنجان لاتاي يقطع لكم 3 مغارف كبار تاع الاومو. هنا اللي ما تحبش تخلط ولا تعيا بزاف تقدر تضربي بالبغا، يعني بالبغا يعطيك نتيجه سريعه بزاف بزاف. انا هنايا كنت ما كنتش مزروبه به، يعني كنت نخلط شويه نطفي الكاميرا نعاود نخلط كما قلت لكم. هنا كما راكم تشوفوا كل ما ندير مكون نخلط مليح مليح حتى يدخل لنا نتاكدوا باللي الخليط تجانس لنا مليح مع المكونات الاخرين. هنا جبت الايزيس. هذا الايزيس كنت خدمته من قبل، هذا قبل ما نحط لكم الفيديو الاول تاع الايزيس تاع المان كنت خدمته تجاريه كما قلت لكم جربته قبل كي شتو نجح لي باش حطيت لكم الفيديو تاع الايزيس. هنا نديروا 2 مغارف تاع الايزيس. هذا الايزيس راهو مخدوم بالقارص. بالقارص معناتها راهو المفعول تاعو قوي بزاف بزاف يخرج لكم حوايجكم يشعلوا الشعيل. يعني تعمدت ندير هذا الغسول اللي درتوه معكم باش يعطيكم نتيجه مليحه مع المكونات تاع البيكربونات والاسيد سيتريك، يعطيكم بزاف بزاف نتيجه مليحه في الحوايج تاعكم. خلطوا مليح مليح هكذايا كما راكم تشوفوا. هنا ماذا بكم خياتي اللي وصل لهنايا ما ينساش اللي ماهوش مشترك يشترك في القناه، واللي راهو يشوف الفيديوهات تاعي ما ينساش الجيم هو اللي راح يطلع الفيديو باش غيركم يستفاد. وهنايا راح نكملوا معكم الخلطه. هنا واش درت؟ جبت هادو 2 ليمون. انا هادو ما نستعمل فيهم والو، درت فيهم قسمتهم على 2، درت في نص هنا ونص هنا، يعني 2 صابونات كبار. الحجم تاعهم حوالي 200 غرام تاع الصابونه، كل وحده 200 غرام، يعني كميه لاباس بها هايله. شوفوا هنايا الخليط تاعكم ولا كريمي كما راكم تشوفوا، يعني حتى تحصلوا على هذا الخليط باش تنحوه. هنا اديروا في من حبيتوا، يعني الحاجه اللي عندكم وتساعدكم في المول ديروا كما وريتكم في الفيديو السابق تاع الصابون. انا درته في الباطا تاع التليفون يعني خرجت لي بزاف هايله. الحاجه اللي تساعدكم حطوا فيها. انا هذه هي الكميه اللي قطعت لي تاع كاس تاع الزيت، يعني ما شاء الله كميه كبيره. كي راح نخدم لكم الايزيس تاع الحوايج راح نسحق غير وحده وشويه من القالب من الصابونه الاخرى. يعني شوفوا هنا بعد ما خليته ليله كامله، هنا هذه قشرتها ما يهمنيش هكذاك مازال طريه شويه بصح ما يهمنيش اصلا. انا راح نعاود نستعملها فم يعني مش حنخليها تيبس لي ولا نخبيها. هذه راح نخدم بها معكم السائل تاع الملابس يجي بزاف بزاف هايل. هنا واش نقول لكم خياتي العزاز، ما تنساوش الاشتراك في القناه، ما تنساوش دعمي باش نحط لكم ديما المزيد. واللي يحب الوصفات يكمل الفيديو الجزء الثاني والجزء الثالث، على بالي بلي راح يعجبكم وينال اعجابكم. وهنا نقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. دمتم اوفياء ومع السلامه.